النهاردة هنحكي مع بعض حكاية تعتبر من أغرب وأعجب الحكاوي اللي هنحكيها. حكاية النهاردة عن خط الصعيد. اللي بحلوها الريح واللحم لا منيح. لا طبعا مش ده. أيوة هو ده، محمد منصور سر الختمة، من مواليد أسيوط سنة 1907. أما لقب سر الختمة وهو لقب عيلته فده جه نسبة لجده اللي كان حافظ القرآن الكريم بالكامل، فلقبوه أهل البلد بسر الختمة اللي هي ختمة القرآن يعني. ولأننا دايما بنحب نحرف ونغير في أي حاجة، زي مثلا يوسف أفندي تبقى يوستفندي، أو الجوع ضاع بتبقى جعديد. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. علشان كده تم تحريف اللقب ده شوية شوية من سر الختمة للختم وبعدها الخط. ولأن كلمة الخط معناها عند الصعايدة مش ولا بد يعني، فالناس استبدلت حرف التاء بحرف الطاء، فتحولت الكلمة من الخط للخط. ومن هنا جت كلمة خط الصعيد اللي بقت بتتقال على أي مجرم عتيد الإجرام. طيب إيه بقى حكاية خط الصعيد وإيه اللي حول محمد منصور من ولد فقير على قد حاله لمجرم ومطارد من مطاريد الجبل؟ الحكاية باختصار إن محمد منصور كان قاعد مرة بيصطاد، فجبني شيخ الغفر بتاع القرية بتاعتهم اللي هي قرية درونكا، وقعد يلعب في السمك. ليه وليه بقى الولد يلعب في السمك اللي منصور اصطاده علشان يسترزق منه؟ قام زعق للولد وقال له امشي يلا من هنا، السمك ده الأكل العيش مش للعب. قام الواد جري وراح اشتكى لباباه فورا. طبعا باباه ما كدبش خبر وقال ايه بقى ابن شيخ الغفر يزعق له حتة عيل ما يسواش حاجة، وراح على محمد منصور واداله حتة قلم. طبعا محمد منصور ساب عليه نفسه وقرر انه لازم ياخد حقه. فعمل ايه بقى محمد منصور؟ قتل ابن شيخ الغفر. والله قتله. طبعا شيخ الغفر مسكتش وقال انا لازما ولا بد اخد طاري وطار ابني. والغريبة انه ما قتلش منصور، لا ده قتل عمه، على اعتبار يعني ان عمه ده يبقى اكبر راس في عيلة الخط. وفعلا قتل الراجل اللي ملوش ذنب يعيني في اي حاجة. ومن هنا اتفتحت حنفية الطار على اخرها وما اتقفلتش، لدرجة ان في شهر واحد بس منصور الخط قتل لشيخ الغفر 9 من عيلته، وشيخ الغفر قتل 7 من عيلة الخط. ومن هنا اتحول محمد منصور الخط من شاب غلبان وعلى قد حاله لمجرم خطير من مطاريد الجبل، وكل ده بسبب قلم. المهم هرب منصور بعد سلسلة القتل دي كلها على جبل بخيت في أسيوط. وطبعا لأن الموضوع كبر واتقتل ناس كتير من العيلتين، فبقى فرض على كل شباب العيلة إنهم هم كمان ياخدوا بطارهم، وعشان كده انضموا كلهم لمنصور وهربوا معاه على جبل بخيت. وفجأة أصبح منصور زعيم لأكبر عصابة من مطاريد الجبل. بس في مشكلة، هياكلوا ويشربوا ويصرفوا على نفسهم وعلى أهاليهم منين؟ كان لازم يدوروا على مصدر دخل ليهم، فقرروا إنهم يفرضوا إتاوات على أعيان البلد، واللي ما يدفعش الإتاوة في ميعادها يحرقوا له أرضه وبيته وبهايمه ويشردوه هو وأهله واللي يتشدد له كمان. والحقيقة الخط في فترة قليلة قوي قدر يعمل شعبية كبيرة بين مطاريد الجبل في الأماكن المجاورة، لدرجة إن في عصابات كتير كانت بتسيب أماكنها ويروحوا يحترفوا عند منصور، خصوصا بعد ما حصل تعاون مشترك بين عصابة الخط وعصابة الشيخ عواد. وده بقى واحد من أكبر زعيمي عصابات مطاريد الجبل. الشيخ عواد شاف أخت أحمد جابر الدراع اليمين للخط، البت عجبته ودخلت دماغه وقرر إنه يتجوزها، وبكده بقى في نسب بين العصابتين. بس الشيخ عواد ده بقى كان ودماغ جبارة قوي، وعمل دويتو حلوة قوي مع الخط. كان زي ما بيقولوا كده هو المخ ومنصور الخط العضلات، وبقت سيرتهم بس كفيلة إنها ترعب أي حد ماشي في الشارع والجدع اللي يقول لهم لأ. لدرجة إن مرة واحد من الأعيان قال لهم مش دافع الإتاوة، الخط نزل له بنفسه وقتله هو ومراته وعياله، ومحدش من أهل البلد قدر يفتح بقه. وكان مساعدهم على استوحاشهم ده إن السلاح في الفترة دي كان رخيص جدا، وكان بيجي من مخلفات الحرب العالمية التانية، وعلشان كده الخط وعصابته اتفرعنوا على الآخر. بس ده بقى جنن الحكومة، وقرروا إنهم لازم يوقفوا الخط ده عند حده، فعينوا اللواء إسماعيل أبو السعود مأمور لمركز أسيوط. وده كان راجل قديم وفاهم إن الإتاوات هي أكبر مصدر دخل للخط وعصابته،
فبعت لكل الأعيان وقال لهم من النهاردة مفيش إتاوات هتدفع، وأرضكم وبيوتكم وأهليكم في حمايتي أنا. وطرد كل رجالة الخط وحط رجالته هو مكانهم. بس الناس فضلت برضو مرعوبة. دول شافوا الراجل ومراته وعياله اتقتلوا قدام عينيهم لمجرد بس إنه قال مش دافع. وطبعا كل واحد كان خايف على نفسه وعلى أهله من رجالة الخط، لدرجة إنهم كانوا بيهربوا له الإتاوات من ورا الحكومة. طبعا اللواء إسماعيل لما عرف الدم ضرب في نافوخه وقال بقى أنا أحميكم منه وانتوا برضو بتنصروه عليا؟ طيب يانا يا انت يا منصور. ولو عاوزين تعرفوا اللواء إسماعيل عمل ايه بعد كده، تابعونا الفيديو اللي جاي. ولو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل فيديوهاتي.